في جديد أخبار المغرب اليوم، قتل طفل مغربي راعي الغنم إثر تعرضه لصاعقة رعدية، حيث أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن صاعقة رعدية أدت اليوم إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بأحد الدواوير التابعة لجماعة نزلة بإقليم ميدلت. وأضافت مصادرنا أن الطفل كان خارج بيت والديه تزامنا مع تقلب الحالة الجوية قبل أن تصيبه صاعقة وترديه قتيلا في الحال في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة. الحادث وحسب ذات المصادر استنفر السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني في ميدلت بأمر من النيابة العامة المختصة لعرضه على التشريح الطبي.